أكبر غلطة ممكن تغلطها في حق نفسك وأنت بتشتري عقار إنك تشتري مع البروكر اللي بيسمع كلامك في كل حاجة. والله زي ما بقولك كده، البروكر اللي بيسمع كلامك في كل حاجة، موافقك على كل آرائك، البروكر ده ما تشتريش معاه، لأن البروكر ده مش بيديلك نصيحة، ده مجرد بيهودك. تخيل إنك رايح للدكتور وبتقول له مثلا أنا هاخد الدواء ده بدل الدواء ده، أنا شايف إن الدواء ده هيكون مفيد ليا أكتر من الدواء ده، أنا شايف إن سعر الدواء ده مناسب أكتر، والدكتور عمال يقولك صح، فعلا عندك حق. تفتكر إيه اللي ممكن يحصل؟ انا عارفه ان الناس كتير ممكن تعترض على الكلام ده وتقول لا، ما احنا دلوقتي بقينا فاهمين زيكم السوق كويس قوي، واحنا كمان دارسين السوق لان احنا مستثمرين. صح، وانا موافقه جدا جدا، بقى في عملاء كتير قوي فاهمه السوق كويس جدا جدا، بس في الاخر عندنا مثل بيقول ادي العيش لخبازه. اشتري مع البروكر اللي يتناقش معاك، اللي يقولك حضرتك في نقط اتكلمت فيها هي صح جدا، وفي نقط تانية محتاجة تعديل فأنا هعدلها لحضرتك. اشتري مع البروكر اللي مش بيبيع لك العقار كبرايس أو كسعر فقط، لأن عمر ما كان تقييم العقار هو تقييم سعر بس. اشتري مع البروكر اللي هيكون واضح جدا معاك، اللي ممكن يقولك بص الشركة دي فيها عيوب واحد اتنين تلاتة، بس برضو في المقابل هي فيها مميزات قوية جدا جدا تخلينا نشتري فيها ونتغاضى عن عيوبها، مش يحسسك ان الشركة كلها مميزات وشركة نازلة من الجنة. قرار شراء عقار أو قرار استثمار هو مش قرار سهل، حاول تختار البروكر اللي يساعدك وانت فعلا بتختار القرار الصح.